قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وديت بقى حكاية ايش حكاية رايقة من الآخر، فعاوزك تتحمس كده معايا لأنك هتشوف عظمة بجد. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا. وكالعادة في شخصية أنمي محطوطة في الفيديو دوت، فلو لقيتها بكتب لنا في التعليقات لقيتها في الثانية الكام. وبس كده كلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ قصتنا بقى يا معلم في غابة كده، وبنشوف تنينة كبيرة وبيكون قدامها بنت صغيرة مغمى عليها وواد كده، والواد دوت بيكون بطنة وبيكون كمان متصاب في ايده. والتنينة ديت بتقول له بقى عملت كل ده عشان البنت ديت، وبتيجي متحولة لهيئة شبه البشر كده، وبتقول لبطنة انه يستحق موتة افضل من ديت. وبتبدأ تستخدم قوتها وبتعالج بطنة، وبيظهر على ايده وشم كده، وبعدها بيفوق بطنة في مكان تاني وما بيكونش قادر يتحرك، وبتظهر ليه واحدة كده وبتقول ان اسمها نافي، وبتقول لبطنة انه ما يخافش وان ديت مجرد طقوس عادية وانه هيفوق دلوقتي. وفعلا بطنة بيصحى وبيكون كل ده حلم. وبنشوفه بعدها في الأكاديمية والعيال بيتكلموا عليه وبيكونوا بيكرهوه وبيتجنبوه كمان، وبيقولوا انه أسوأ طالب عندهم وانه حتى معهوش مرافق لحد دلوقتي. وبيكون بطنة بيتجاهلهم لحد ما اتنين كده بيقولوا ان اكيد المرافق بتاعه هيطلع فاشل زيه. فبطنة بيتعصب ولسه يضربهم، فبيقوم صاحبه منعه، وبيكون صاحبه دوت اسمه ري. وبالمناسبة يعني اسم بطنة هو ايش. وبعدها بنشوفهم في الفصل والمدرسة بتعرفهم انهم دلوقتي بقوا فرسان، وان الوشوم اللي على جسمهم بتأكد كده، وان كل واحد على جسمه وشم هيكون قادر انه يستدعي التنين او المرافق بتاعه يعني، وانهم كلهم يقدروا يعملوا كده. فبيسخروا الطلاب من بطنة وبيقولوا ان مش كلهم عندهم مرافق، ولكن بطنة بيتجاهلهم. والمدرسة بتقول لهم انهم يتمرنوا كويس ويحسنوا علاقتهم مع المرافق بتاعهم. وبعد الفصل ما بيخلص بيجي ري، هو بيقول لبطنة انه ما يزعلش وانه اكيد هيستدعي المرافق بتاعه قريب جدا. وبطنة بيقول ان ده اكيد، ولكن ري بيكون مستغرب من حاجة، وهي ان بطنة بيكون قادر يسيطر على اي تنين من بتوع الاشخاص التانيين، وان ده شيء مش عادي. وبصوا بقى لما اقول مرافق كاني بقول تنين، تمام؟ لان هما الاتنين واحد. وحط لايك بقى ويلا بينا نكمل. وبيكون بطنة مستغرب من الموضوع برضه، بس وقتها بيقطعهم صوت واحدة كده وبتكون بتزعق في الطلاب عشان يبعدوا من طريقها. وبتكون اسم البنت ديت سيلفيا، وبتكون الاميرة الرابعة، ولكن محدش بيكون بيحبها لانها متكبرة ومغرورة. وبيعرف اش من ري ان في سباق للتنانين هيحصل قريب. وبطنة بيقول يا خسارة مش هقدر اشارك عشان ما عنديش رفيق. فري بيقول له يا عم انت مش عندك وشم في دراعك، انت هتفضل مخبي رفيقك لحد امتى؟ فبطنة بيقول له يا حمار لسه الرفيق ما ظهرش. وقتها بتظهر موزة جديدة بقى، والعيال بيكونوا ملمومين حواليها، وبتكون افضل ركيبة تنانين في الأكاديمية واسمها بيكون ريبيكا. وبعدها بنشوفهم وهم بيتدربوا، بيكون هيقتلوا باستخدام التنانين عشان المدربين يعرفوا مستواهم. وبطنة بياخد تنين ري، وده لأنه بيكون قادر يركب أي تنين حتى ولو مش رفيقه. وبيتجهزوا بعدها وبتبدأ المعركة، وبتبان مهارة سيلفيا اللي بتكون معاها تنين قوي، ولكن اش بيغطي عليها. وبيكون نازل طحن في العيال واحد وراه التاني، وبيكون عنده مهارة كبيرة جدا، ولكنه بينسى نفسه وبيجي خابط في سيلفيا والتنين بتاعها. واش بعدها بيتهزق من المدرب، ما طبعا لازم يتهزق، ما الأميرة الرابعة وكده. وسيلفيا بعدها بتجيله بتكون متعصبه، فبيعتذر لها اش، ولكن سيلفيا بتديله كف من الاخر وبتقول انه ما يتسلاش بتنانين التانيين. وري بيقول لها ان اش ما عندوش رفيق، فبتقول انها عارفه وان اكيد المرافق بتاعه مات او هيطلع غبي زي سيده. واش بيقول لها انت بتكلمي مين يا وليه يا سعرانه انت، وبيكون عاوز ينفخها، ولكن سيلفيا بتضحك وبتقول عليه انه فاشل، وانه لو عاوزه تتاسف له وتتراجع عن كلامها لازم يشارك في سباق التنانين ويفوز عليها كمان. فبيقول لها بطلنا ولك ذلك. وبعدها بنلاقيه في نفس المكان الغريب ومش بيكون قادر يتحرك برضه، وبيسال نافي ليه بتعمل كده، فبتقول له انها تتولد قريب وهتكون في عهدته وانها لازم تفحصه قبلها، وما تسالنيش بتفحصه ازاي. وفي تاني يوم بيكون يوم السباق، وريبيكا بتدي خطاب للمتسابقين عشان يتحمسوا، بتقول ان الفائز في السباق هيخرج في موعد معاها. والعيال بيسمعوا الكلام دوت من هنا وبينفجروا من الحماس حرفيا، حقهم بصراحه. حتى ري بيكون عاوز ياخد تنينه من اش عشان يشارك في المسابقه. وقتها بتطلع سيلفيا عشان تقول كلمتها، ولكنها بتقول للطلاب يبذلوا جهدهم وبس. والعيال بيبداوا ينتقدوا اسلوبها، وفي اتنين بيقولوا انها زي اخوها واللي لقبه قاتل التنانين، وبيكون اتطرد من الاكاديميه وده بسبب المشاكل اللي عملها. وبطنة بيكون بيسمعهم وقتها، وبعدها بيكون السباق هيبدا وبينطلقوا فعلا وبيعدوا من وسط المدينه والناس بيشجعوهم. وبعدها بيدخلوا في نفق والبنات بيحاصروا سيلفيا عشان ما تتقدمش اكتر، ولكن بطنة بيلاحظ كده وبيساعدها. وسيلفيا بتقول له ما تتوقعش ان اشكرك، فبطنة بيقول لها ما حدش طلب منك شكر. وبيكملوا السباق وبيعدوا على كذا مكان، ولكن بعدها تنين ري بيتعب وبطنة بيقف وبيقول انه مش هيقدر يغلب تنين بيقدر يطير بتنين ارضي، وبيقول انه مش هيكمل السباق، ولكنه بيكون فرحان لانه نافس سيلفيا. وبعدها بيسمع صوته وبيسيب التنين وبيتوجه لمكان الصوت دوت، وبيلاقي وقتها حطام مركبه، وبيلاقي شخص غريب واقف فوق المركبه ديت، والشخص دوت بيوجه سلاحه ناحيه بطنة. وبطنة بيقول له انت من جنود الامبراطوريه ولا ايه؟ فبيضحك الشخص دوت وبيقول لبطنة ازاي قادر يحافظ على تنين في دراعه وهو في العمر الصغير دوت. فبطنة بيقول له انت ازاي عرفت؟ فبيقول له انه يقدر يشوف الوشم لانه ملعون. ووقتها في حد بيهجم على بطنة ولكنه بيتفادى، وبنعرف ان ديت مساعده الشخص الغريب. وبطنة بيحاول يهرب بس البت ديت بتجري وراه وبتقدر تمسكه فعلا، وبتطلع
بتطلع سلاحها وقبل ما تخلص عليه بتتردد وبترجع لورا، وبطلنا بيستغرب من انها ما ترتهوش ولكنها بتكون هتقع، فبطلنا بينقذها وبيقع مكانها، والشخص الغامض بيقول للبنت انهم لازم يمشوا، بيكون اسم البنت ديت هو انيا، وبطلنا بيكون بيقع ولكن وقتها بيتوهج الوشم اللي على دراع بطلنا. واخيرا يا جماعه بيظهر رفيقه اللي بينصدم بطلنا منه لانها بتكون بنت مش تنين، وبطلنا بيفتكر نافي ولكنه بيقول انها مستحيل تكون نافي لان ديت صغيره جدا. والبت اول ما بتفوق بتيجي مديه يد البطلنا بتطيره، وبطلنا بيقول لها ان هو سيدها وانها رفيقته هنا، فبتقول له لا انت شكلك فاهم غلط، انا السيده هنا. فبطلنا بيقول لها نعم يا اختي مفيش الكلام دوت. ولكن لما بيروحوا البيت بتكون رفيقته نايمه على سريره، وبنشوف بطلنا وهو نايم على الارض، وواضح يعني سيطره بطلنا. وفي تاني يوم بتيجي ريبيكا لعنده عشان تشوف رفيقته وبتتاكد انها طلعت بشريه فعلا مش تنين، فبتقول لاش انها هتجيب باحثه عشان تعرف ازاي حصل كده، وبتقول لاش انه يعتني بيها وانها حاله خاصه. وبعدها بنشوفهم هما بيشتروا حبه حاجات وبيكونوا جابوا لبس لرفيقته، وبعدها بيجيب لها كريب وبيكون مدلعها على الاخر. وبيقول بطلنا انها بتاكل اكلهم عادي بالرغم من انها المفروض تاكل لحمه زي التنانين، بس بعدها بتتعب رفيقته بعد ما بتاكل الكريب وحرارتها بترتفع. ووقتها بتشوفهم سيلفيا وبتضرب بطلنا وبتقول له ازاي تاكلها كريب يا حمار، دي تنينه مش بشريه زينا. ومساعده سيلفيا بتكون ادت لرفيقه اش الدواء. وبعدها سيلفيا بتعتذر لاش لانها غلطت في رفيقته قبل كده وبتمشي من المكان بعدها، واش بيقول اخ لو تفضل عاقله كده على طول، ولكن رفيقته بتضربه وبتقول له انت بتحب البت ديت ولا ايه، وبتكون بتغار عليه. بس وقتها بيحس اش بحد بيراقبهم فبياخدها وبيبعدوا من المكان. ولما بيقعدوا بيقرر اش يسمي رفيقته لانها ما عندهاش اسم لحد دلوقتي وبيسميها ايكو. بيكون الاسم ده بتاع اول تنينه تم ترويضها وعمل عقد معاها، وبتنبسط ايكو باسمها جدا وبيتفاعل ختم اش معاه، وبكده يكون عقدهم اكتمل. وبعدها بنشوف ايكو اللي بتروح تغسل وشها واش بيستناها بره، ولكن وقتها بيكون في حد بيراقبهم وبتقدر توصل لايكو وبيكون معاها اداه غريبه. واش بيبدا يقلق على ايكو بعد ما بتتاخر جوه، ولكن وقتها سيلفيا بتشوفه وبتفكره بيحاول يبص على البنات، بس اش بيهديها وبيشرح لها الوضع. فبتدخل سيلفيا ومساعدتها ومش بيلاقوا جوه غير الطاقيه بتاعت ايكو، فبتقول سيلفيا انها كده اتخطفت، فبيخاف اش عليها جدا وبيقول انه يبدا يدور عليها دلوقتي. ولكن سيلفيا بتوقفه وبتقول ان هو وايكو مرتبطين سوا بسبب الوشم اللي على دراعه، وان لو ركز قوته شويه بس هيعرف مكانها. وفعلا بيفك اش الرباط اللي على دراعه وبيحاول يلاقي ايكو. وقتها الوشم بيتوهج وبيظهر فراشات حوالين اش، وبتقول له سيلفيا ان هو الوحيد اللي يقدر يشوف الفراشات ديت وانه يروح وراهم وهم يعرفوه مكان ايكو. وفعلا بيعمل اش كده وبيوصلوا البيت قديم. وقتها ايكو بتفوق بتلاقي الباحثه جنبها وبتقول انها جابتها هنا عشان تعمل عليها ابحاث وانها اول مره تشوف رفيق بشكل بشري، وبتكون ناويه انها تشرح ايكو. فايكو بتبدا تصيح بقى واش والباقي بيسمعوا صياحها دوت وبيوصلوا الباب كده مش بيقدروا يفتحوه، بس سيلفيا بتقوم مستخدمه قوتها وبتفجر الباب. واش بيقول لها شيل ايدك يا وليه انت من على ايكو، فبتقول له انها بتعمل شغلها وبس وانها باحثه. واش وقتها بيفتكر ان ريبيكا قالت له ان في باحثه هتيجي عشان تشوف حاله ايكو، فبيقول لها بقى انت بقى الباحثه. فبتقول له حصل، وبتقول انها كانت هتفحص ايكو وبس، ولكن بعد ما شافتها حبت تاخدها وتشرحها عشان تعرف ازاي رفيق يتولد على شكل بشري. فاش بيقول لها خلصت كلامك هاتي ايكو بقى، فبتقول له ان ده مستحيل، وبتستخدم اداه سحريه لمنعهم من استدعاء رفقائهم، وبتيجي مستخدمه تعويذه عليهم وبتخليهم يبداوا يفقدوا الوعي. واش بيكون وقتها اتاثر بالتعويذه ديت، ولكن ايكو بتنادي عليه وبتقول له ينقذها. وقتها بيتفعل الوشم وبيقدر يقوم من التعويذه وبيوقف قوه الباحثه اللي بتكون مصدومه من قوته اللي ظهرت فجاه، وبيقول لها اش انها تحرر ايكو. فعلا بتعمل كده، ولكن ايكو بتديله بوكس من الاخر وبتقول له انه اتاخر عليها، والحمد لله الموضوع بيعدي على خير. وفي تاني يوم بينصدم اش وسيلفيا، وده لان الباحثه بقت مدرسه عندهم في الاكاديميه والطلاب بيكونوا مبسوطين جدا بيها، وبنعرف ان اسمها انجلا. وبعدها بنشوف اش واللي بتكون ريبيكا عنده وبتطلب منه انه ينضم لمجلس الطلبه. ووقتها بتكون سيلفيا مع التنين بتاعها، وساعتها بيجي لهم انذار وبتروح سيلفيا تشوف في ايه، وبنعرف ان في تنين خارج عن السيطره. ووقتها اش بيكون مع ريبيكا وبيسالها ليه عاوزاه ينضم لمجلس الطلبه، فبتقول له انها عاوزاه ينضم ليهم عشان هو قوي وعشان يدوروا برضه في موضوع الاشخاص اللي شافهم قبل كده وانهم ممكن يكونوا جواسيس من الامبراطوريه، واكيد هدفهم تدمير الاكاديميه ديت. ولكن وقتها بيسمعوا صوت الانذار وبيشوفوا ان سيلفيا بتحاول تروض التنين ولكنها مش عارفه، والتنين بيكون مبهدلها خالص. وبطلنا بيقول انها مش هتعرف تروضه وان هو بس اللي بيقدر يروض اي تنين. فبتقول ريبيكا ان عشان كده سيلفيا بتحاول تروضه لانها بتعتبر بطلنا منافس ليها وانها اكيد مش هتخليه يتفوق عليها. فبطلنا بيكون قلقان على سيلفيا، ولكن ريبيكا بتقول له ما يخافش وبتنط من الشباك وبتستدعي التنين بتاعها وبتخليه يعمل ليها الارك، وبتيجي منطلقه على التنين التاني. وبطلنا بعدها بيكون قاعد وبيقول ان ريبيكا قدرت تسيطر على الوضع وتهدي التنين التاني وان الارك بتاعها كان جامد جدا. ولكن وقتها ايكو بتضربه وبتقول له يا ابني انا بكلمك انت سرحان في ايه، وبتقول له انها عاوزه تعرف ايه التمثال دوت. فبيقول لها اش ان دوت تمثال لاول ارك اتعمل من مرافق لبشري، وبيقول لها انها برضه هتعمل له ارك، والارك دوت بيكون درع بيعمله التنين او المرافق لسيده. ولكن وقتها بيكون في حد بيراقبهم واللي بتطلع انيا، وبتقول ازاي اش لسه عايش وانه المفروض يكون مات من لما وقع مكانها، وبتقول انها لازم تعرف سيدها انه لسه عايش. وفعلا بنشوفها بعدها عند سيدها واللي بيكون اسمه بيل وبيسالها عن احوال المدينه، فبتقول انهم ناسيين ان في حرب شغاله بين
مملكتهم والامبراطوريه وانهم عايشين في سلام. فبيقول بيل انه هيفكرهم بالحرب، وبيجي مطلع سيف قوي جدا من معاه وبيستخدم تعويذه كبيره في السماء، وبيقول ان السلام دوت مش هيستمر. هو بيلاقي انه استدعى تنين قوي جدا، وبيبدا التنين في تدمير المدينه، ووقتها بيشوفوا بطلنا واللي معاه وبتحاول ايكو انها توقفه، ولكنه بيمسكها وبيسحبها لجواه وبيفعل قوته وبيدمر اكتر في المدينه. ولكن وقتها ريبيكا بتكون استدعت التنين بتاعها واستخدمت الارك وبتحضر رمح قوي جدا وبتهجم بيه على التنين اللي بيحاول يصد الضربه، ولكنه مش بيقدر وبيخترق الرمح راس التنين. وبيقول اش انها نجحت فعلا في هزيمه التنين، ولكن الصدمه انه بيتجدد من تاني. هو بيجي هاجم على ريبيكا اللي بتقول لاش انه ياخد سيلفيا ويهرب، وسيلفيا بتكون مرعوبه من قوه التنين دوت، ولكن اش بيديلها كف وبيفوقها. هو بيقول لها انها تستدعي تنينها وتوصله لعند التنين المتجدد، وانه اكيد هيقدر يروضه زي باقي التنانين. وفعلا سيلفيا بتجيب تنينها وبتقول لاش انه يجي معاها. وفي الوقت دوت بتكون ايكو مغمى عليها بعد ما التنين المتجدد بلعها، وبتفوق في مكان غريب وبتلاقي نافي قدامها، وبتقول لها نافي انها لازم تساعد اش، وانه دلوقتي بيحارب التنين المتجدد عشانها، وبتعرفها ان التنين دوت كان ميت ولكن في حد استدعاه. فايكو بتقول لها ساعده ازاي، فبتقول لها عن طريق الارك، وبتدي لها اكتر من شكل للارك، وبتكون كمان معاها مقاسات بطنه، وبتقول لايكو انها قدرت تجيب مقاساته عن طريق احلامه. فبتقول لها ايكو اياكي تقربي لاش مره تانية يا وليه انت، ولكنها ما بيكونش عندها وقت للخناق، وبتحاول تصنع الارك بتاع اش بسرعه. واش وقتها بيكون بيحاول يوصل لراس التنين ولكنه ما بيكونش عارف. هو بيقول ان طالما الوشم اللي على دراعه لسه بيتوهج فكده ايكو لسه عايشه، وايكو وقتها بتقدر تجمع الارك بتاع اش، واش وقتها بيكون وقع من على التنين مره تانية. هو بيكون التنين المره دي هيخلص عليه وبيهجم عليه بهجوم من الاخر، والهجوم بيسيبه فعلا، وسيلفيا ما بتكونش قدرت تلحقه. بس وقتها بيظهر ان بطلنا ما اتصابش، وده لان ايكو عملت له الارك وبتقول له ان دوت ارك مؤقت. وسيلفيا بتاخد بطلنا وبتحاول توديه عند راس التنين المتجدد، وبطلنا بيقول لها ان تنينها قوي جدا وانها ما تفكرش انها تروض تنين تاني. وبينط بعدها وبيوصل لعند التنين المتجدد وبيبدا يروضه. باللي بيشوف كده وبيقول ان اش مميز فعلا، وبيقول ان مهمتهم النهارده انتهت. واش وقتها بيقدر يتواصل مع التنين وبيعرف انه كان تنين عادي وكان مرافق لشخص، وبيقول له التنين انه يخلص عليه باستخدام قوه الضوء. فاش بيوافق على كده، وبيجي مستدعي سيف من الضوء وبيهجم بيه على التنين المتجدد، واخيرا بيقدر يغلبه فعلا. وبتنور المدينه بعدها وبيقدر اش انه ينقذ ايكو. وبالليل بيكونوا متجمعين عشان يحتفلوا بالانتصار على التنين المتجدد، وبتقول ريبيكا لاش انها تضمه لمجلس الطلبه هو وسيلفيا لو حابين، وفعلا الاتنين بيوافقوا على كده. وريبيكا بتديلهم بوسه لكل واحد فيهم، وبيكون دوت العقد بتاعهم. يا بختهم يا اخي، ده حتى سيلفيا اللي هي بنت بتكون انبسطت. وبعدها بقى بنشوف ذكرى من الماضي لسيلفيا واللي بتكون متصابه في رجليها، بس بطلنا بيجي وبيساعدها. وبنعرف بعدها ان سيلفيا ما تعرفش ان الواد اللي انقذها زمان هو بطلنا، وحتى بطلنا مش بيكون فاكر انه انقذ سيلفيا زمان بالرغم من انه معاه اللعبه بتاعتها. وبعدها بنشوف ريبيكا اللي بتقدم للطلاب اعضاء مجلس الطلبه الجدد، واللي بيكونوا سيلفيا واش وايكو. والطلاب بيرحبوا بيهم جدا وبيكونوا بدأوا يتعودوا على اش ويحترموه. واش بعدها بيقول ليكو ان شكلها كان حلو جدا، فبتشكره على كده. ووقتها بتساله عن الورق دوت، واللي بيكون مكتوب فيه انه نادي معجبين للفارس الابيض. وبيقول لها اش ان الفارس الابيض هو اللي انقذ المدينه من التنين. فبتقول له ايكو يعني دوت نادي المعجبينك؟ فبيقول لها ممكن. وفي حته تانية بنشوف واحده كده وهي بتنزل تقطيع في حبه ناس، وهنعرف مين البنت ديت كمان حبه. وفي الاكاديميه ري بيقول لاش انه عاوز ياخد ريفيو حبه، وانه ياما اداله التنين بتاعه، يقصد هنا انه عاوز ياخد ايكو شويه. فايكو بتديله كف من الاخر. وبعدها بنلاقي حبه بنات بيدخلوا، بتقول واحده فيهم ان اسمها جيسيكا وانها قائده نادي المعجبين للفارس الابيض، وبيكونوا جم عشان يسالوا سيلفيا لو تعرف مين هو الفارس الابيض. ولكن سيلفيا مش بتعبرهم وبتقول لهم يمشوا من هنا. بس جيسيكا بتقول لها انت مين يا وليه عشان تقولي لواحده من النبلاء انها تمشي. بس وقتها ريبيكا بتجيلها وبتيجي مقربه من جيسيكا وبتقول لها كام حاجه كده. فالبت حرفيا ملامح وشها بتتغير، وبتيجي واخده حبه البنات اللي معاها وبتمشي من المكان. وبعدها بنشوف ريبيكا اللي بتعرف بطلنا ان جيسيكا مش نبيله، وانها بس بتدعي انها من النبلاء، وكل ما بتعمل مشاكل بتهددها ريبيكا انها هتفضحها. فبتسكت وبتمشي من المكان. وبعدها بتقول لهم انها جمعتهم عشان حاجه مهمه النهارده، وهي ان الاميره الاولى جايه عشان تشوف الاكاديميه. فبتنصدم سيلفيا وبتستخبى وبتقول احي بقى اختي المتوحشه دي هتيجي لهنا، وبتكون مرعوبه. وبيعدي الوقت وبتفضل سيلفيا خايفه كده، وبيكون اش مستغرب من خوفها من اختها. فمساعده سيلفيا بتقول لبطلنا انها هتعرفه ليه سيلفيا بتخاف من اختها كده. وبتقول ان اخت سيلفيا واللي اسمها اينز كانت قويه جدا، وكانت بتدرب الاميره سيلفيا تمرينات كتيره جدا عشان تبقى قويه زيها، وانها كانت بتخليها في جبل لوحدها واللي بيكون مليان تنانين، وبتخليها تنجو من الجبل دوت بمفردها. وعشان كده سيلفيا بتكون بتخاف من اختها اينز. وفي تاني يوم بيكون الكل متجهز لوصول الاميره الاولى اينز، واش مش بيلاقي سيلفيا في المكان. فبتقول له ريبيكا انها ممكن ما تجيش بسبب خوفها من الاميره. فبيقول لها اش حقها ما تجيش بصراحه، ولكن وقتها بيتصدموا ان سيلفيا جايه، وبيستغربوا اكتر لما بيلاقوها مش خايفه. واش بيقول لها انت كويسه؟ فبتقول له طبعا. ووقتها بقى بيوصل موكب الاميره اينز، وبيكون موكب من التنانين وفيهم مركبه عملاقه. ووقتها بتهبط المركبه وبتنزل منها الاميره اينز، واللي بتكون عزيز المتابع عود فاخر من الاخر، ولكنها مفتريه حبه زي ما عرفنا. واينز بتسال عن سيلفيا لو موجوده. فسيلفيا بتقول انها موجوده وانها اكيد مش هتفوت وصول اختها الكبيره. بس
اينز بتقول لها لا والله، وبتقول لها تفضلي تمثلي لحد امتى يا كوزيت، وبتيجي ضربها بالسيف بس سيلفيا بتتفادى وبتقول انها كانت عارفه انها مش هتعرف تخدعها لوقت طويل، وبتخلع التنكر وبتطلع مساعده سيلفيا وبتقول لها اينز فين سيلفيا الحقيقيه بدل ما اشرحك دلوقتي، فبتطلع وقتها سيلفيا الحقيقيه وبتكون خايفه جدا من اينز، واينز بتلاحظ كده وبتقول لها انت متوقعه انك تحكمي المملكه بضعفك دوت ولا ايه، وبتيجي هجمه عليها وبتقطع هدومها، فسيلفيا بتتحرج وبتقع على الارض، واينز بتقول لها انت تعملي كده وهتتحرجي برده لو ديت ضربه من العدو ولا ايه، وبتقول لها انها خيبه املها فيها جدا، واش بيقول لها جرأيه وليه انت بتعملي في اختك كده ليه، ولكنه بيلاقي السيف على رقبته وبيكون دوت مساعد اينز، واينز بتوقفه وبتقول لبطلنا بقى انت بقى اش، وبتقول انها سمعت باللي هو عمله وانه انقذ المدينه من التنين، وبتقول للمساعد بتاعها انه يجيبه معاهم. وفي مكان تاني بنشوف انيا واللي فيه واحد بيجي لها وبيعرفها ان اصحابهم لما عرفوا بوجود اينز في المدينه قرروا انهم ينتقموا منها ويحاولوا يغلبوها عشان ينتقموا لاصحابهم اللي ماتوا على ايديها، وانيا اول ما بتسمع كده بتحاول توصل لاصحابها بسرعه قبل ما يهاجموا اينز ودوت لانها قويه جدا ومش هيقدروا عليها، وبنشوف بعدها بطلنا اللي لبسوه لبس الخدم ودوت لانه يخدم اينز، وفعلا بيقعد يخدمها مع الخدم طول النهار، وحرفيا البطل بيتهان هنا وبعدها بيرتاح حبه وبيشوف حبه كتب وبيكون في كتاب فيهم بيتكلم عن الفارس الابيض واللي بيكون بقى اسطوره في عالمهم دلوقتي، وفي خادمه بتجيله وبتقول له ان الفارس الابيض انقذ المدينه من تنين قوي زمان وانه استخدم قوته جنب التنين دوت، وبتقول لاش انه زي الفارس الابيض لانه برضه انقذ المدينه من التنين وعشان كده الناس لقبوه بالفارس الابيض، وبقى ليه نادي معجبين كمان، وبتقول له الخادمه ان الاميره اينز عاوزه تشوفه دلوقتي ولكنها ما بتكونش لوحدها وبيكون معاها ريبيكا وانجلا، وبتكون بتسمع منهم اخر الاخبار اللي حصلت في المدينه، وبتقول لها ريبيكا ان ممكن يكون في جواسيس من الامبراطوريه، ووقتها بطلنا بيقول لهم معلش بس هو انا معاكم هنا ليه، فبتقول له اينز انه بقى بطل في نظر الناس وده لانه انقذهم وانقذ المدينه كامله من التنين، وبعدها بتقول اينز لسيلفيا انها قررت تجوزها بما انها ضعيفه كده، وان بعد موت اخوهم بتهمه قتله للتنانين عائلتهم الملكيه ضعفت وانها عاوزه تجوزها حد من عيله نبيله وده عشان تقوي من عيلتهم مره تانية، فريبيكا بتقول لها مش انت الاميره الاولى والمفروض انت اللي تتجوزي، فبتقول لها اينز انها مش بتهتم غير بالقتال وبس، وسيلفيا بتقول انها مش عاوزه تتجوز من حد ودوت لانها عاوزه تكون فارسه وتقاتل هي وتنينها سوا، فاينز بتقول لها ان مستواها ضعيف وان حلمها دوت بعيد جدا، فبطلنا بيقول لها ما حصلش وان سيلفيا قويه ومعاها مرافق قوي كمان وانها ما شافتش قوتها الحقيقيه، فبتقول له اينز اذا كان كده فممكن اديلها فرصه كمان وانها بكره هتخلي سيلفيا تقاتل حد قدامها عشان تشوف قوتها الحقيقيه، وبتقول لسيلفيا انها تتجهز لكده وسيلفيا بتقول لها تمام، وفي تاني يوم بتكون المباراه هتبدا وبتكون بين سيلفيا وريبيكا، وبتكون المباراه عباره عن كره الطايره بس بالتنانين، وبتبدا المباراه فعلا وبتكون الكره مع سيلفيا وبتبدا تراوغ اللاعبين التانيين لحد ما بتوصل لتنين ريبيكا اللي بياخد منها الكوره وبيقدر يسدد هدف، وسيلفيا بتحاول تسدد مره تانية ولكنها بتغلط وبتتصاب هي وتنينها في الاخر، وبكده تكون ريبيكا هي اللي فازت في المباراه، وبنشوف بعدها سيلفيا اللي بتفوق في سريرها وبتلاقي ان بطلنا جنبها وبتقول له انت بتعمل ايه هنا يا عم، فالمساعده بتاعتها بتعرفها ان هو اللي جابها لاوضتها بعد ما اتصابت، فبتشكره سيلفيا على كده ولكنها بتلوم نفسها لانها خسرت، ووقتها بيجي مساعد اينز وبيكون جه عشان يطمن على سيلفيا بعد الاصابه اللي حصلت ليها، وبتكون اينز هي اللي بعتها عشان يعمل كده، وبنعرف ان هو النبيل اللي هيتجوز سيلفيا، وسيلفيا بتقول له انت ما عندكش مانع انك تتجوزني يا اسطى، فبيقول لها ان لو اينز قالت له كده فهو مش هيتردد وهيتجوزها، واش بيقول له يا عم انت عبيط هي اينز لو قالت لك اي حاجه هتعملها، فبيقول له حصل، فاش بيقول له انت ما عندكش شخصيه ولا ايه، فالمساعد بيقول له انه عارف انه ترقم لما انقذ المدينه من التنين ولكنه ما ينساش نفسه برضه، وهنا المساعد بيكون اهان بطلنا حرفيا وبيجي ماشي بعدها وبطلنا بيكون متعصب منه على الاخر، بس سيلفيا بتهديه، وفي تاني يوم بيكون اش في اجتماع مع ريبيكا وباقي مجلس الطلبه، وبتعرفهم ريبيكا ان الاميره اينز هتتجول النهارده في المدينه وانهم لازم يرافقوها ودوت لان في جواسيس في المدينه، وبتوريهم اشكال بعض الجواسيس اللي عاوزين يختاروا الاميره اينز، وفعلا بعدها بنشوف اينز وهي بتشوف المدينه وبيكون معاها بطلنا وباقي مجلس الطلبه وبيكونوا بيراقبوا الوضع عشان لو حد من الجواسيس ظهر، وبتكون سيلفيا وقتها بتتمنى انها تبقى اقوى، وجيسيكا بتكون جنبها وبتتمنى انها تتجوز الفارس الابيض وبتكون اتهوست بيه، فسيلفيا بتقول لها انت اتهبلت يا بت ولا ايه، بس وقتها في ناس بيخترقوا سقف المكان وبينزلوا بيكون معاهم تنين وقائدتهم بتكون على التنين دوت، وبتقول للموجودين انهم ما يتحركوش من مكانهم وانهم رهائن عندها دلوقتي، واينز واللي معاها بيلاحظوا اللي بيحصل وان في دخان في المبنى اللي فيه الاميره سيلفيا، فبتقول لهم انهم يتراجعوا دلوقتي ويعملوا خطه في المركبه بتاعتها، وفعلا بعدها بنشوفهم في المركبه وبيجي لهم اتصال من الخاطفه واللي بتطلع اينز عارفاها لانها حاولت تقتلها قبل كده، وبطلنا بيقول انها نفس شكل الجاسوسه، وبتقول الخاطفه ان مطالبها سهله وهي ان اينز تيجي لعندهم ولو فكروا يقتلوهم هتفجر المكان بقنبله معاها، وانها تقتل واحد من الرهائن كل ساعه على تاخير اينز، فعشان كده لازم اينز تجيلهم بسرعه، وبتقفل المكالمه بعدها، وفي الوقت دوت بنلاحظ ان سيلفيا مستخبيه وسط الرهائن ودوت عشان الخاطفه لو عرفت انها اميره واخت اينز كمان مش هترحمها، وفي الوقت دوت بتقول ريبيكا ان عندها خطه وهي انها تبعت اش لالهاء الخاطفه حبه لحد ما يقدروا هم يحفروا نفق من تحت المكان ويدخلوا منه، فايكو بتقول لها لا يا اختي انا مش مضحيه بالخادم اللي عندي، فبتقول لها ريبيكا انها ما تقلقش وان اش رغم ان هو صغير وما يبانش عليه الا انه بيقدر يستدعي الارض، وبكده هو هيكون
يكون بخير. وفعلا بيروح اش لعند الخاطفه وبتدخله فعلا وبتقول الخاطفه هما بعتوا عيل زيك عشان يتفاوض معايا، هما بيستهينوا بيا ولا ايه؟ فبيقول لها اش ان اينز مش مهتمه بالرهائن وانها ممكن تفجر المكان باللي فيه. فبتقول الخاطفه لا والله انت جاي تهددني كمان، وبتقول انها كده هتضطر تضحي باول رهينه معاها. واش بيحاول يمنعها بس مساعدين الخاطفه بيمسكوه، وقبل ما تاخد الرهينه بتتدخل سيلفيا وبتقول انها الاميره الرابعه للمملكه وبتامرها انها تفك الرهائن. فالخاطفه بتقول لها لا والله يبقى انت بقى سيلفيا اخت اينز. فبتقول لها حصل. فبتيجي الخاطفه ماسكه السيف وبتضرب بيه سيلفيا بس ما بتكونش جرحتها وبتكون قطعت لبسها. وفي ايه بقى لبس سيلفيا عامل مشاكل مع كل اللي في الانمي ولا ايه؟ والبت بتتحرك برضه وبتقع على الارض زي ما حصل قبل كده. وبتفتكر سيلفيا كلام اينز لما قالت لها انها ضعيفه وانها لازم تتجوز وتعيش حياه بنت عاديه وانها ما تصلحش تكون فارسه. فبتقول ان دوت غلط وبتقوم من تاني وبتقول للخاطفه انها غلطت لما عملت كده معاها. واخيرا بيوصل لهم الدعم من تحت الارض وبتطلع ريبيكا هي والارك بتاعها وبتفشخ في المساعدين بتوع الخاطفه. وبيكون معاها مساعد اينز واش بيفك نفسه وبيحاول يوقف الخاطفه قبل ما تهرب، ولكنها بتكون قويه وبتؤمر التنين اللي معاها انه يخلص على اش. ولكن بطلنا وقتها بيصدم الكل وبيستخدم الارك الجديد بتاعه. بيكون طلبه من ايكو قبل كده وبيبعد التنين من طريقه وبيجري ورا الخاطفه اللي بتهرب منه. وبتوصل عند القنبله وبتقول له اي حركه منك افجر المكان باللي فيه. فبيقول لها اش ان ده مش هيحصل وبيستخدم سحره وبيستدعي بندقيه ثلجيه وبيقدر يجمد بيها اتباع الخاطفه. وبطلقه تانيه منه بيجمد القنبله. فالخاطفه بتقول له يا اسطى انا كنت بهزر معاكوا. فبيقول لها خلاص اتحملي هزارنا بقى وبيجي مجمدها هي كمان. وبيكون قدر ينقذ الموقف وبيقول انه قال ليكو تصنع الارك دوت بعد ما شاف قصه الفارس الابيض. وبعدها بقى بالله جيسيكا بتمسك في اش وبتقول انها ما صدقت انها لقيته، وده لانها بتكون عرفت انه الفارس الابيض. والبت بتقول له ده انت فارس احلامي ياض. بس ريبيكا بتيجي وبتضربها عشان تفقد الوعي وبتقول له انه يشوف سيلفيا. واش بيروح يطمن عليها وبتقول له انها كويسه ولكنها مش قادره تمشي بسبب اللي حصل النهارده. فبياخدها اش على ظهره وسيلفيا بتحس ان الموقف دوت حصل قبل كده. ما طبعا يا بنتي ما هو نفس الواد اللي انقذك زمان، بس هم طبعا ما بيكونوش فاكرين. وفي تاني يوم بتقول ريبيكا انها تضم جيسيكا لمجلس الطلبه، وده بعد ما عرفت هويه اش وانه الفارس الابيض. وبتقول ريبيكا ان اينز عاوزه تشوفهم دلوقتي، ولما بيروحوا بينصدموا من ان الخاطفه موجوده. فاش بيقول ازاي اتحررت ديت. فبتقول له الخاطفه انها اصلا شغاله مع اينز. فالواد بيستغرب وبيقول ازاي. فبتعرفه اينز انها عملت كل ده عشان تقوي اختها سيلفيا. فالواد بيقول لريبيكا انت كنت عارفه برضه. هو بيقول هو انتوا جايبيننا هنا تهزقونا ولا ايه؟ والخاطفه بتقول انها شغاله مع اينز عشان تلاقي اختها، واينز بتقول انها هتضمن ليها رجوع اختها. وبعدها بتضحك على سيلفيا وخجلها، وسيلفيا بتقول لها انت لسه مخبوله يا بت بقى كل ده طلع تدريب في الاخر. وفي اخر النهار بتكون اينز هتمشي وبتكون سابت اختها سيلفيا تجري ورا هدفها وتكون فارسه، ودوت بعد ما شافت اصرارها على كده. ونشوف ايكو اللي بتحلم بحلم غريب وبيكون في وحش من الظلام بيكلمها وبيقول لها انه هيستولى عليها قريب. وبتفضل ايكو تنادي على اش. وفي تاني يوم بيفوق اش وبيلاقي ايكو صاحيه. فبيقول لها غريبه يعني صاحيه بدري. ولما بيقوم بتخاف ايكو انه يشوف السرير. ولما بيقرب اش بيلاقيها نيله الدنيا بسبب الحلم اللي شافته امبارح. فاش بيقول لها انت مش كبرتي يا بنت على الحاجات ديت. فايكو بتتحرج وبتديله بوكس من الاخر وبتطيره. وبعدها بنشوف بطلنا مع ري اللي بيعرفوا ان في رحله تدريبيه هتعملها الاكاديميه قريب، وانهم هيختاروا النهارده الطلاب اللي هيطلعوا الرحله ديت. وفعلا بنشوفهم بعدها في الاكاديميه وبيكون في واحد بيقول على اسامي الطلاب اللي هيطلعوا الرحله ديت. وبتكون من الاسامي ديت بنت كده اسمها لوكا ولكنها بتكون غايبه، والطلاب بيبداوا يتكلموا عليها وبيقولوا انها غايبه حتى في يوم زي دوت. واش بيقول لري هي مين لوكا ديت اللي الكل عمال يتكلم عنها. فبيقول ري انه ما شافهاش من 3 شهور. وبيقول لاش انت ازاي ما تعرفهاش يا اسطى، ديت تعتبر اصغر واحده تاخد لقب فارسه التنين، وانها حتى قدرت تغلب ريبيكا قبل كده. فاش بيندهش وبيقول انها شكلها قويه جدا على كده. وقتها المسؤول عن الرحله بيقول ان هم دولت بس اللي هيطلعوا الرحله التدريبيه، وبيكون في مشرفين على الرحله ديت وبيكونوا كلهم بنات زي ريبيكا وجيسيكا وسيلفيا. وبيكون لهم الحق انهم يختاروا طالب واحد اضافي عشان يجي معاهم الرحله. وبتقرر ريبيكا انها تختار بطلنا، وبطلنا وكل الطلاب بينصدموا. وبعدها بيسالها بطلنا اختارته ليه. فبتقول له انه قوي وانه عنده رفيق مميز كمان، وانه اكيد هيستفاد من الرحله التدريبيه ديت. وسيلفيا وجيسيكا بيكونوا بيسمعوهم وقتها، ولكن وقتها بيجي مساعد ريبيكا وبيخليهم يتفضحوا. فريبيكا بتقول لهم مش عيب تتنصتوا علينا برضه، ولكن المساعد بتاعها بيقول لها ان في حاله طوارئ. وبنشوف ان في حريق في الاكاديميه، ولما بيروحوا المكان الدخان بيلاقوا واحده نايمه في تابوت كده، وجيسيكا بتفكرها ميته وبتبدا تصيح. بس البت بعدها بتفوق وبتستغرب من وجود بطلنا واصحابه عندها، وبنعرف ان كل الدخان دوت بسبب البخور اللي هي سايباه. وجيسيكا بتبدا انها تصيح من تاني وبتقول لها في حد ينام في تابوت يا بنتي، ده ايه الفيل دوت. فبتقول لها ان دوت سريرها، ولكن ريبيكا بتتعصب منها فبتخاف البنت ديت وقتها وبتستخبى ورا ريبيكا اللي بتقول لجيسيكا انها تهدى. واش بيسال ريبيكا عن البنت ديت لانها واضح انها عارفاها. فبتعرفهم ريبيكا ان ديت تبقى لوكا وانها تروح معاهم الرحله، وبتكون واحده من الالف. واخيرا شفنا الف في الانمي دوت. وبتقول لهم ريبيكا ان لوكا تعتبر اصغر فارسه تنين في العالم. وبتسالها ريبيكا بعدها عن احوال التنين بتاعها. فبتقول لها لوكا ان احوالهم مش تمام خالص، وبتعرفها ان التنين بتاعها بيرفضها وانها ما بقتش عارفه تروضه زي الاول. وبيتفاجئ الكل لما بيسمعوا كده. وبعدها بيكون اش مستغرب ان في مرافق بيرفض سيده، ولكن ريبيكا بتقول ان المشكله الاكبر ان لوكا ما راقبتش التنين بتاعها بقالها 3 شهور، والرابط ما بينهم بقى ضعيف
جدا، وبكده التنين بتاعها ممكن يموت في اي وقت. وبتكون ايكو وقتها في الغرفه بتاعتها وبتفتكر الحلم من تاني وبتقطع السرير وبتكون خايفه جدا. واش بيقول ان التنين بيفضل عايش بسبب الرابط اللي بينه وبين سيده، وان تنين لوكا في خطر فعلا. ولما بيرجع اس لاوضته بتنقض عليه ايكو، بتكون خايفه جدا، فاس بيهديها وبيديلها اكل وبيسال عن الحاجه اللي مخوفاها، فبتبدا ايكو انها تحكي له عن الحلم. فبيقرر اش انه ينام جنبها عشان يطمنها، فايكو بتفرح بكده، بس اش الغبي بيقول لها ما تنيلش الدنيا زي الصبح. فبتيجي ايكو متعصبه وبتديله رجل بتلزقه في الحيطه. وفي تاني يوم بنشوفهم في الاكاديميه، وبتكون ايكو نامت كويس بعد ما اش طمنها، وبيشوف اش لوكا من الشباك وبنعرف انها رايحه لتنينها. ولما بتوصل لعنده بتفتكر انها وقعت من عليه قبل كده، والتنين بيصرخ فيها وبيرفضها، فبتجري لوكا وهي بتعيط، وبيكون اش شاف كده. وبعدها بيروح اش عند ريبيكا وبيقول لها انه عاوز يساعد لوكا على استعاده الرابط بينها وبين تنينها، وانه حاسس بشعورها لانه كان ما عندوش رفيق لفتره طويله برضه. فبتقول له ريبيكا ان في حل، وهو انه يركب تنين لوكا، وكده هو هيتواصل معاه ويعرف ليه بيرفض لوكا زي ما عمل قبل كده مع التنين المتجدد. فبيوافق اش على الفكره ديت، وبيروح بعدها لوكا وبيعرفها اللي هم هيعملوه، وبيقول لها انها تحاول تكلم تنينها المره الاخيره، وانه لو رفضها تاني هيروضوا اش وقتها. وفعلا بنشوف لوكا اللي بتروح مع اش لعند تنينها، وبتحاول انها تركب تنينها قدام الكل، ولكنها بتفتكر الذكرى لما وقعت من عليه، والتنين بيرفضها تاني. ووقتها بتخاف لوكا وبتجري من المكان، وريبيكا بتقول ان كده لازم اش يروض تنين لوكا. وفعلا بعدها بتعمل ايكو الارك وبتديه لاش، واش وقتها بيروح لعند تنين لوكا، ولكن التنين بيرفض ان اش يقرب له، ولكن اش بيقول له انه هيروضه، يعني هيروضه، بس التنين بيضربه بديله، واش بعدها بيبص عليه ومش بيلاقيه. فريبيكا بتقول له انه فوق منه، واش بيبص وعينك ما تشوف الا النور. التنين بيحضر ضربه قويه جدا وبيهجم بيها على اش، والواد حرفيا بيتنفخ، ورغم انه صاد الضربه على اخر لحظه الا انه ما استحملش قوه تنين لوكا. وبعدها بنشوفه وهو قاعد مع ريبيكا وباقي مجلس الطلبه، هو بيقول ان خطه ترويضه فشلت، وبتقول سيلفيا ان كده ممكن لوكا ما تشاركش معاهم في الرحله التدريبيه، ولكن اش بيقول انه هيقنعها، فبتوافق ريبيكا على كده. وبتكون لوكا وقتها بتفتكر ذكرياتها مع التنين بتاعها، واش وقتها بيجي لها هو وايكو بيعرفوها ان خطه ترويضه فشلت، وبيحاول يقنعها انها تروح معاهم الرحله التدريبيه، وانها اكيد هتلاقي طريقه عشان ترجع الرابط بينها وبين تنينها في الرحله ديت. بس لوكا بتكون متردده، فايكو بتقلب الترابيزه وبتقول له يا عم ما تسيب البت تعمل اللي هي عايزاه. فاس بيقول لها انه بيحاول يساعدها، ولوكا لما بتشوف خناقه بطلنا وايكو بتفتكر علاقتها بتنينها، وبتقول لاش انها تروح الرحله التدريبيه، واش بيفرح بكده. وفي مكان تاني بنشوف انيا اللي بتروح عند بيل وبيسالها بيل عن احوال الاكاديميه، فبتقول له انها قدرت تتسلل الاكاديميه على شكل واحده من فريق الطبخ، وانها بتراقب اش ومرافقته كويس جدا، وانهم هيروحوا رحله تدريبيه وهي برضه هتروح معاهم كانها عامله. فبيقول لها بيل تمام جدا، وانه هيقابلها هناك لان عنده مهمه في مكان الرحله ديت. وانيا بتقول له تمام وبتمشي بعدها، وبيل بيقول ان خليفه افالورد اتولدت فعلا، وبيكون قاصد ايكو بالكلام دوت، وشكل الاحداث اللي جايه دمار من الاخر. وفي الاكاديميه بتقول ريبيكا انهم يجهزوا تنانينهم لانهم هيروحوا المكان الرحله دلوقتي، وفعلا الكل بيجهز تنينه وبينطلقوا على هناك. وبعد رحله طويله بيوصلوا فعلا، وبيكون مكان التدريب جنبه بحيره، وبتقول لهم ريبيكا انهم جم هنا عشان التدريب، ولكنها تسيبهم النهارده يستمتعوا بجمال المكان دوت. وفعلا بنشوفهم بعدها وهم بيتمتعوا بجمال المكان والميه، وبيكونوا كلهم بيتسلوا ما عدا لوكا واللي بتكون متضايقه على تنينها. وفي الليل بيشوفها اش وهي بتتمشى، وبيقرر انه يروح وراها، وبتكون انيا بتراقبه طبعا، وبيفضل اش ماشي وراها لحد ما بيلاقيها مع تنينها، وبتحاول انها ترجع الرابط بينهم من تاني، وبتفكر التنين بايامهم سوا، ولكن التنين بيرفضها برضه، فبتزعل لوكا جدا، ولكن اش بيتدخل وبيقول له ده سيدتك ياض انت ازاي بترفضها. هو بيقرر انه يقاتل تنينها مره تانيه، وفعلا بيقعد يتقاتل هو وتنين لوكا، وبيقول انه من غير الارك وان اي ضربه من دولت ممكن تخلص عليه. هو بيستدرج التنين لمكان معين، وساعتها التنين بيتزحلق وبيقع، وبتكون ديت خطه اش اللي بينط على راسه وبيحاول يروضه، ولكن التنين مش سهل برضه. هو بيجي مستخدم ضربه سحريه على اش وبينفخه حرفيا، وانيا بتشوف كده وبتقول ان الضربه ديت المفروض تقتله، ولكنها بتفتكر انه انقذها قبل كده، فبتقرر انها تساعده، وبتقول للوكا انها تطلب المساعده من الباقيين وهي هتساعد اش، ورغم ان لوكا ما بتكونش عارفاها الا انها بتروح تجيب المساعده فعلا. وفي الوقت دوت بيفوق اش عند نافي وبيسال عن المكان دوت، فبتقول له نافي ان المكان دوت هي اللي بتعيش فيه، وانها مكتبه معلومات لجميع المرافقين، وبتقول له ان في حد عاوزه، واللي بيطلع تنين لوكا، واش بيستغرب من شكله الصغير، فبتقول له نافي ان التنين بيعتذر منه لان هاجمه بالسحر من شويه، وانه عمل كده لان ظهره مخصص لسيدته لوكا وبس. فاش بيسال عن سبب رفضه لوكا، فبتعرفه نافي ان من 3 شهور وقعت لوكا من على ظهر تنينها، وان من ساعتها وهي بقت بتخاف تركب تنينها، وانها هي اللي قطعت الرابط بينهم من غير ما تحس، وعشان كده تنينها بقى بيرفضها. ولكن نافي بتقول ان تنين لوكا ما فاضلوش غير 5 ايام بس قبل ما يموت، بسبب ان الرابط بينه وبين سيدته مقطوع. واش وقتها بيحس بحاجه غريبه في جسمه، فبتقول له نافي ان جه الوقت عشان يمشي، وانها بتعتمد عليه عشان يرجع رابط لوكا بتنينها. وبتقول على اس انه فارس افالورد، ووقتها بيفوق وبيعرف لوكا انه كلم تنينها، وبيعرفها كل اللي حصل، وان تنينها كان بيرفضها عشان يحميها. فبتزعل لوكا جدا على انها السبب في كل دوت، بس اش بيقول لها ان لسه عندهم 5 ايام عشان يرجعوا رابطها بتنينها. فبتقول له لوكا 5 ايام ايه ده، انت نايم بقالك 5 ايام هنا. فبيعرفوا
بيعرفوا وقتها ان النهارده اخر يوم لتنينها وانهم لازم يلحقوه. في الوقت دوت بتكون انجيلا بتدور في موضه تنين كده، ولكن بيل وانيا بيجوا لها وبتقول لهم انتوا جواسيس الامبراطوريه ولا ايه، وبتكون عاوزه تقتلهم. بس بيل بيقول لها ما تحاولش وانها اكيد اضعف منهم، وبيناديها باسم مميز كده. وبتنصدم انجيلا وقتها ودوت لان الوحيد اللي كان بيقول لها الاسم دوت هو بيل اخو الاميره سيلفيا. وانيا بتضرب انجيلا وبتفقدها الوعي، وبيل بيقول لها تخلص عليها. بس وقتها بيتوجع وكأن في حاجه بتمنعه من قتل انجيلا، فبيقول لانيا انها تسيبها وان وراهم مهمه دلوقتي. وفي الوقت دوت ايكو بتيجي وبتطمن على اش، واش بيقول لها بالراحه يا بنتي مش قادره اتنفس. بس ريبيكا بتقول له سيبها يا عم، دي كانت خايفه جدا عليك لدرجه انها ما كانتش بتنام. فبيشكرها اش على خوفها عليه. بس وقتها بتيجي لوكا وبتقول ان التنين اختفى من مكانه. وبعدها بنشوف ابطالنا اللي بيكونوا بيدوروا على تنين لوكا، واش بيكون بيتوجع لسه من الضربه اللي اخدها من تنين لوكا، ولكنه بيخبي دوت عن الباقي. وبيقول ان ما عندهمش وقت، وبيفتكر كلام ريبيكا لما عرفتهم ان زمان كان في تنين قوي جدا وسيدته اللي بتكون في نفس عمر لوكا. وبتقول ان سيده التنين دوت تعبت جدا وقتها وكانت مريضه بمرض خطير جدا، والتنين ما حبش يشوفها وهي بتموت قدامه، فقرر انه يقطع الرابط بينهم ودوت عشان يموت معاها وانه بعد عنها بعدها. ولكن بعد فتره قدرت سيدته انها تتعافى، ولكن التنين كان مات وقتها في مكان معزول، وان المكان دوت بقى ضريح للتنين بعد ما عرفوا قصته. وبيقول لها اسمع معقوله تنين لوكا يعمل زي التنين دوت، فبتقول له ريبيكا ممكن، وانه اكيد هرب عشان يموت بعيد عن لوكا، وعشان كده هما بيدوروا عليه دلوقتي. وبيكونوا متوجهين ناحيه الضريح بتاع التنين، ولكن الصدمه ان بيل بيكون شايف كده وبيجي مطلع سيف وبيستخدم تعويذه قويه جدا عليه. واش واللي معاه بيكونوا مستمرين في البحث عن تنين لوكا، ولكن وقتها بيظهر ليهم عدد كبير جدا من التنانين المتجدده. وبنشوف الطلاب عند المعسكر التدريبي اللي بيلاحظوا التنانين المتجدده اللي بتكون متجهه ليهم، وريبيكا بتقول لهم يستعدوا. ولوكا وقتها بتلاحظ ان التنانين المتجدده متوجهين ناحيه المعسكر التدريبي، ولكن سيلفيا بتقول انهم لازم يعتمدوا على ريبيكا واصحابهم عشان يوقفوا التنانين ديت، وبتقول انهم لازم يروحوا الضريح عشان يلاقوا التنين بتاع لوكا. وبنشوف ريبيكا واللي معاها واللي بيبداوا يقتلوا التنانين المتجدده، وبطلنا واللي معاه بيتوجهوا للضريح، وبيطلب بطلنا من ايكو انها تعمل له ارك جديد. فبتقول له انت مصاب يا ابني، انت هتفضل مخبي وجعك دوت عننا لحد امتى؟ فبيقول لها ايش انها ما تقلقش وانها تعمل ليه ارك خفيف. ولما ايكو بتشوف اصراره وبتوافق على كده، هو بيوصلوا بعدها للضريح. بس التنين سيلفيا بيكون خايف من حاجه، وساعتها بيلاقوا بيل فوقيهم، وسيلفيا وقتها بتقول انها تخلص عليه. بس بيل بيقول لها تخلص عليا بالتنين اللي انا اديتهولك، وبيقول لها انها كبرت فعلا. فوقتها بتفتكر سيلفيا اخوها الامير بيل وانه اتعدم بسبب انه قتل تنين، وبتكون سيلفيا مصدومه وبتقول معقول يكون اخويا لسه عايش. ولكن وقتها المكان بيتهز، وبيل بيقول لهم قبلوا اللي جاي لكم بقى. هو بيقول لاس ان خليفه افالورد مش هتقدر تعمل له حاجه وهي في الحاله ديت، لانها بتعمل له ارك عند نافي وروحها ما بتكونش في جسمها وقتها. وساعتها بيتهد المكان من قدامهم وبيظهر تنين قوي جدا، وبيقول لهم بيل اكيد عارفين قصه التنين دوت، وبيكون استدعى التنين اللي في الضريح من تاني. ووقتها بنشوف ايكو اللي بتكون عند نافي وبتحاول انها تعمل ارك الاش بسرعه، وبتقول لها نافي انها لازم تعمل ليه ارك اصلي ودوت عن طريق انها تتحول لشكلها الاصلي كتنينه. فبتقول لها ايكو انها تبقى تعمل كده بعدين، ولكن دلوقتي ما عندهاش وقت. وبتكون نافي عارفه اللي بيحصل بره، وبتقول لايكو انها لازم تخلص بسرعه فعلا. وبره بيكون الوضع مش احسن حاجه ودوت لان ريبيكا بتكون بتعاني من عدد التنانين المتجدده، وهي واللي معاها بيكونوا تعبوا من عددهم اللي مش بيخلص. وحتى عند اس بتكون سيلفيا بتراوغ التنانين المتجدده، واس ما بيقدرش يحمي ايكو وبياخدوها منه، ومش بيكون قادر يعمل حاجه بسبب اصابته. بس وقتها ايكو بتفوق وبتديله الارك، وبيبدا اش يستخدم قوه الارك وبيبدا يخلص على التنانين المتجدده اللي عندهم. وبيل بيقول ان خليفه افالورد قدرت تعمل له ارك فعلا، بس مش بيقدر يكمل كلامه، وده لان اس بيوصل لعنده وبيهجم عليه، وبيل بيصد الضربه وبيرد له الهجوم. وايكو وقتها بتقول لاش ان الارك دوت مصمم للدفاع وانه يستخدمه كويس. وفعلا اش بيستخدم قوته وبيطلع دروع صغيره كده وبتقدر تجمد التنانين المتجدده، وبيهاجم بيهم بيل، ولكن بيل ما بيكونش سهل برضه، وبيقوم مدمر الدروع الصغيره وبيهجم على اش وبيطيره، وبيقول له بقى هو ده كل اللي عندك يا فارس افالورد. واش وقتها بيخطط لحاجه وبيشيل الارك وبيسيب دراع واحده بس، وبيل وقتها بيهجم عليه، ولكن اش بيفاجئه بدرع صغير بيهجم عليه، وبيقدر يسيب بيل في دراعه وبيهجم عليه اش تاني وبيطيره. وبيل بيقول له لا جامد ياض، وبيكون هيكمل القتال، ولكن وقتها سيلفيا بتوصل وبتكون قدرت انها تخلص على التنين اللي استدعاه بيل، وبتقول له انه يستسلم. بس بيل بيجي خلع دراعه، وبنعرف انها كانت دراع مزيفه، وبيقول انه مش هيستهين بقوتهم بعد كده، وبيقول لهم انهم يتسلوا بقى مع التنانين المتجدده، وبيجي خلع من المكان ومش بيقدروا انهم يلحقوه. ولوكا بتقول احي ودوت لان ريبيكا والباقي بيكونوا بيقتلوا التنانين لسه، واللي عددهم بيكون كبير جدا، واس بيقول ان حالتهم صعبه ولكن مش هيقدروا يساعدوهم دلوقتي. بس لوكا بتقول انها تتصرف، وبتيجي سحبه اس معاها وبتنط من فوق الجبل، واش بيكون عمال يصيح. بس لوكا بتشكره على مساعدته ليها، وانه اتصاب وكان مستعد يضحي بحياته عشان هي وتننا، وانها دلوقتي هترد له الجميل دوت. وبتبدا انها تعتذر لتننا، وبتقول انها مش هتخاف منه تاني، وبتقول له انه يرجع ليها مره تانيه ودوت لانه رفيقه. وقتها التنين بتاعها بيكون في اخر لحظاته، ولكن الرابط بينه وبين لوكا بيرجع من تاني، وريبيكا واللي معاها بيكونوا اتبهدلوا على الاخر، وقوتها بتضعف وبتفقد الارك بتاعها، وبتقول انهم هيخسروا خلاص. بس وقتها بيلاحظوا لوكا والتنين بتاعها، وبتقول لوكا القاش انه يمسك في التنين بتاعها كويس جدا، وبتبدا تعمل مهاره قويه كده
اسمها التطهير، وبتكون ديت نفس المهاره اللي حاولت تعملها قبل كده ولكنها وقعت من على تننا، ولكنها المره ديت بتثق فيه وبتنط من عليه، وبتكون واثقه انه يلحقها في الاخر، وفعلا بيقدر يلقطها في الاخر وبيقدروا يعملوا مهاره التطهير. وبنشوف قوه المهاره ديت واللي بتبخر التنانين المتجدده من الوجود، وكل اللي بيشوف التقنيه بينبهر منها وبيبداوا يحيوا لوكا، وريبيكا بتقول انها قدرت تلحق رفيقها من الموت. وفي مكان تاني بنشوف شخص غامض كده وبيكون بيكلم بيل وبيقول له انهم استهانوا بيهم قوي، ولكن في المره الجايه مش هيفلتوا منهم، وانهم بس هيستنوا لحد ما يحصل المؤتمر القاري. وفي الوقت دوت عند اش واصحابه بتعرفهم ريبيكا ان ما حصلش خسائر من المعركه ديت، وان مفيش حد اتصاب، وحتى انزلا بيكونوا لقوها في الضريح وكان مغمى عليها وبس، وان كده الامور تمام. بس وقتها بتوصل واحده كده وبيكون معاها رساله من الملك للاميره سيلفيا، وبيكون الملك هو ابو سيلفيا طبعا. وبتفتح سيلفيا الرساله وبتلاقي انها دعوه للمؤتمر القاري، وبيكون الملك كاتب ليها انها تجيب اس وايكو معاها، واس بيقول لها احنا مال اهلنا بالمؤتمر دوت. ولكن بعدها بنشوف اس وايكو اللي بيكونوا مع سيلفيا ومتجهين ناحيه عاصمه المملكه عشان يحضروا المؤتمر، واس بيكون مستغرب من ان الملك عاوز يشوفه هو وايكو، وايكو بتكون متحمسه عشان تشوف العاصمه، فبتقول لها سيلفيا انهم وصلوا فعلا، وبيكون شكل العاصمه رايق جدا، وبينزلوا بعدها وبيكون الخدم في انتظارهم، وبتروح سيلفيا تقابل الملك وبتخلي اش وايكو ياخدوا راحتهم في المكان لحد ما تخلص، وبيروحوا مع الخادمه اللي بتوريهم المكان. واش بيلاحظ ان الحراسه قويه جدا في المكان دوت، فبتقول له الخادمه طبعا الحراسه لازم تكون قويه، وان كل الناس المهمين هيبقوا في المكان دوت خلال فتره صغيره جدا، وان واد صغير زيه مش هيفهم معنى المؤتمر دوت. فايكو بتقول لها قصدك اننا اغبياء ولا ايه، وبتكون عاوزه تخلص عليها، بس اش بيمنعها طبعا. وفي الوقت دوت بتكون سيلفيا عند غرفه الملك وبتدخل تقابله فعلا، والملك بيجري عليها زي الاهبل وبيقول لها كبرتي وحلوتي يا بت، بس سيلفيا بتديله كام ضربه كده وبتفوقه، وبعدها بيقعدوا يتكلموا وبتساله سيلفيا عن سبب دعوته ليها، وبتقول له انها لسه طالبه ومش جاهزه تحضر مؤتمر زي دوت. فبيقول لها الملك غلط، وان الشخص اللي رشحها انها تحضر المؤتمر دوت هو اختها اينز، وانها بتشكر في مهارتها جدا، وبيقول لها تثق في نفسها كده لانها الاميره الرابعه للمملكه. فبتقول له سيلفيا طب اش وايكو ليه طلبتهم معايا، فبيقول لها انه سمع اخبار كتير عنهم اخر فتره وانه حابب يشوفهم. وفي الوقت دوت بتسال سيلفيا ابوها عن اخوها بيل، وبتقول له هو فعلا تم اعدامه، فبيقول لها الملك طبعا وانه قتل رفيقه وان ده جريمه ما حدش يقدر ينجو من عقابها. فبتقول له تمام، بس بيبان على وش الملك القلق، وبعدها تطلع سيلفيا من عنده وبتكون مش مصدقه ان بيل تم اعدامه، وبتقول ان في حاجه في الموضوع اكيد. وفي المدينه بتكون ايكو مدوشه من كل حاجه وبياكلوا بعدها وبيتفسحوا، وبتكون ايكو مبسوطه على الاخر، وانيا بتكون ماشيه وراهم وبتراقبهم، ولكن وقتها بيلاحظوا ان في مركبه عملاقه بتعدي من فوقيهم. فبتقول لهم الخادمه ان كده الامراء وصلوا وان دوت وقت الاحتفال، وفعلا بنشوفهم بعدها وهم بيتجهزوا للحفله اللي هتحصل. وسيلفيا بتوصل وقتها وبيكون شكلها جامد على الاخر، واش بيقول لها كده، بس ايكو بتتعصب وبتقول له ده انت ما قلتش حاجه على شكلي، وبتمسكه تبهدله. والخادمه وقتها بتجيلهم وبتقول لهم ان الملك في انتظارهم، وفعلا بيروحوا لعنده، والملك بيشكر اش وايكو على اللي هم قدموه للمملكه. فاش بيقول له انهم ما عملوش حاجه، ولكن الملك بيقول له انه هيخليه قائد لفرسان التنانين. فاش بيقول له تمام، ولكنه بعدها بيستوعب اللي قاله الملك وبيتصدم، وبيقول له ازاي ده انا كده ابقى زي ريبيكا والاميره سيلفيا. فالملك بيقول له انه مش اقل منهم فعلا، وبيقول له انه انقذ البلاد اكتر من مره وان معاه رفيق مميز، وبيعين اش قائد لفرسان التنانين فعلا. وسيلفيا بتقول ان اش بقى من النبلاء وكده يقدر يتجوز من العيله المالكه، وبتتحرك بعدها. وهنا هي بتلمح انها معجبه ببطلنا، والملك بيدعوهم للعشاء وفعلا بيقعدوا ياكلوا سوا. وبتقول سيلفيا ان ملك الامبراطوريه مش جاي، فبيقول لها الملك انه عارف كده وانه بعت حد من النبلاء عشان يحضر الاحتفال مكانه. فبتقول له انت ليه واثق انه مش بيخطط لحاجه، فبيقول لها الملك انه بيحاول يتفادى عوده الحرب من جديد. وبيقول لاش انه لاحظ انه قريب من سيلفيا، فبيقول له اش ما حصلش يا باشا. فبيحذروا الملك انه يعمل اي حاجه متهوره مع بنته لانه وقتها هيشرحه. وفي مكان تاني بنشوف انيا واللي بتروح تقابل بيل، ولكن وقتها بتلاقي شخص تاني معاه وبيكون اسمه لويد، ولويد بيكون معاه جهاز كبير جدا في المركبه بتاعته وبيبدا يشغل الجهاز دوت. وانيا بتسال عن وظيفه الجهاز دوت، فبيقول لها لويد ان الجهاز دوت هيخلي التنين اللي جوه خليفه افالورد يظهر على حقيقته. هنا يقصد ايكو بالكلام دوت، وبيقولوا لانيا ان كل اللي عليها انها تخطف ايكو من الحفله بتاعت بكره وتجيبها لهنا وهم هيشغلوا الجهاز دوت عليها، فبتوافق انيا على كده. وفي الوقت دوت بتتقابل سيلفيا مع اينز والمساعد بتاعها والخاطفه، وبتعرفها سيلفيا انها شاكه ان اخوهم لسه عايش. فالمساعد بيتعصب من سيلفيا وبيقول لها ان دوت مستحيل، ودوت لانه كان صاحب لبيل، ومستحيل يصدق ان بيل فضل عايش وبقى تابع للامبراطوريه كمان. واينز بتقول لسيلفيا انها ما تعرفش حد الموضوع دوت لحد ما يتاكدوا منه. في الوقت دوت بيكون بيل مع لويد، ولويد بيقول له انه قريب التنانين كلها هتبقى تحت امرهم. فبيل بيضحك كده وشكله مش ناوي على خير ابدا. وبعدها بنشوف ايكو اللي بتشوف اللبس اللي هتلبسه في الحفله، وبتكون بتنقي بقى اللبس هي والخادمه، وبتقول ايكو للخادمه انها عاوزه تكون افضل واحده في الحفله. فبتقول لها الخادمه تمام جدا. ووقتها بنشوف سيلفيا اللي بتروح لاش وبتعرفه انها شاكه في ان اخوها لسه عايش. فاش بيقول لها ان دوت شيء ما يخوفش. وفي الوقت دوت بتكون ايكو مع الخادمه اللي بتفضل تغير ليها في اللبس، ولكن ايكو ما بيكونش عاجبها اي حاجه من دولت، وبتكون حرفيا شافت كل اللبس اللي عند الخادمه اللي بتقعد تعيط. ودوت لان ايكو بتقول لها انت ما عندكيش ذوق خالص، وبتقول لها انها عاوزه فستان يكون احسن من بتاع سيلفيا. فبتسالها الخادمه عن السبب، فبتقول لها ان اش المفروض ما يبصش لحد غيرها بما انها رفيقته. فبتقول
وبتقول لها الخادمه ان دوت غلط، وان اش اكيد هيسيبها في يوم من الايام، ودوت لانه بشري وهي تنينه، وانه اكيد وقت ما يحب هيحب واحده بشريه. والكلام دوت بيكون نازل على ايكو زي الصعقه، ودوت لانها بتكون خايفه ان اش يسيبها في يوم من الايام، فبتهرب بسرعه من المكان. والخادمه بتحاول تلحقها ولكنها ما بتعرفش. الله يخرب بيتك، دي انت فشخت مشاعر ايكو حرفيا. وفي الوقت دوت بتقول سيلفيا لاش انها قلقانه ان اخوها يكون عايش، وانها حتى مش عارفه تثق في ابوها الملك، وحاسه انه مخبي حاجه عنها، ودوت لانها شافت ملامحه لما ذكرت اسم اخوها بيل قدامه. فبيقول لها اش انها ما تخافش، وانه هو صغير ابوه سابه هو واخته، وانه وقتها ام اش فضلت مخبيه عنه الموضوع لحد ما كبر عشان ما تجرحش مشاعره. وبيقول لها ان الملك لو خبى عنها حاجه فهي اكيد لمصلحتها، وفعلا بتطمن سيلفيا وقتها وبتشكر اش على كده. ولكن وقتها البرق بيضرب في السما، فسيلفيا بتخاف وبتنط على اش، وبيحصل كام حاجه رومانسيه كده، ودوت طبعا كلام مش محترم ما الناس دعوه بيه. ولكن وقتها بتدخل عليهم الخادمه وبتبوظ اللحظه. وفي الوقت دوت بتكون ايكو بتفتكر في كلام الخادمه، وبتقول انه صح فعلا، وان اش اكيد هيتجوز في يوم وهيخلف ويسيبها، وانها تنين واكيد مش هيبص ليها. ووقتها بتقع على الارض. وفي الوقت دوت بيروح اش عشان يطمن عليها في اوضتها، ولكنه مش بيلاقيها، وبيبدا انه يقلق عليها. وفي الوقت دوت بتكون ايكو ماشيه وبتلاقي مكان مهجور كده، وبتقرر انها تكتشفه. ولكنها وقتها بتلاحظ حاجه غريبه، لانها بتشوف انيا ومعاها اشخاص تانيين، وبيكون معاهم اسلحه، وبتستخبى ايكو منهم. ولكن الخادمه بتكون جت عشان ترجعها للقصر مره تانيه، وبتفضل تنده عليها. فساعتها بتعرف انيا واللي معاها ان في حد في المكان. ووقتها بيكون اش بيسال المساعده بتاعت سيلفيا لو هي تعرف مكان ايكو، فبتقول له انها كانت بتنقي لبسها مع الخادمه، وانه ما يقلقش عليها ويروح يتجهز للحفله. فبيقول لها اش تمام. وفي الوقت ده بتكون الحفله بدات فعلا، وبيكون اش وسيلفيا موجودين فيها. بس اش بيتصدم من ان بيل ولويد موجودين في الحفله ديت. وفي الوقت ده الاشخاص اللي مع انيا بيهجموا على الخادمه، بس ايكو بتيجي مدافعه عنها. ولكن انيا وقتها بتطلع سلاح من معاها وبتضرب ايكو بيه. واش بيكون واقف مع سيلفيا، ولكن لويد بيجي ليهم وبيقول لسيلفيا انه عاوز يرقص معاها في الحفله، بس هي بترفض وبتختار انها ترقص مع بيل. وفي الوقت ده بتكون مساعده سيلفيا بتدور على ايكو، ولكنها بتلاقي بقع دم، والخدم اللي معاها بيلاقوا الخادمه اللي كانت مع ايكو. وبنشوف سيلفيا اللي بترقص مع بيل، وسيلفيا بتساله وقتها لو هو اخوها فعلا، ولكن بيل مش بيرد عليها. ولما بتقول له يجاوبها بيقول لها انها تكمل الرقصه وهي ساكته. وبعد ما بتخلص الرقصه بيسالها ايش عملت ايه، فبتقول له انها ما استفادتش منه بحاجه، وما بيكونوش قادرين يوقفوا بيل ولويد او يعملوا لهم اي حاجه، لان لويد هو النبيل اللي جه بدل ملك الامبراطوريه، وهم لو عملوا له اي حاجه كانهم بيعلنوا بدايه الحرب من جديد. وفي الوقت دوت مساعده سيلفيا بتعرفهم ان في مشكله حصلت، ولما بيروحوا معاها بنلاقي ان الخادمه اللي كانت مع ايكو فاقت، وبتبدا تحكي لهم اللي حصل وان ايكو اتخطفت. فبتتعصب سيلفيا على الخادمه دوت لانها قالت الكلام القاسي دوت لايكو، بتقول لها ان ايكو زيهم بالظبط. فبيقول لها اش انها تهدى، وبيسال الخادمه عن شكل الخاطفين، ولما بيعرف وصفهم بيعرف انهم انيا وبيل، وبيكون عاوز يروح يكسر عظم بيل، بس سيلفيا بتمنعه وبتقول له ان الصح دلوقتي انهم يدوروا على ايكو. في الوقت ده ايكو بتكون محطوطه في الجهاز وبتكون لسه عايشه، وبيبداوا يضخوا سائل من الطاقه في جسم ايكو عشان يظهروا شكلها الحقيقي. وايكو وقتها بتتوجع من اللي بيحصل فيها، وبيبدا الحلم بتاعها انه يتحقق فعلا، وبتقول انها واثقه ان اش هينقذها. ولكن وقتها بيقرروا جنود الامبراطوريه انهم يستخدموا كامل الطاقه بتاعه الجهاز على ايكو، وفعلا بيعملوا كده، وبينجح الجهاز في انه يصحي قوه ايكو الحقيقيه، وبتكون هتتحول لشكلها كتنين. ولكن الصدمه ان حتى الجهاز ما بيستحملش القوه ديت، وبيبدا يخرج عن السيطره ويتدمر. وايكو وقتها بتطلع منه وبيتفعل وشم غريب عليها. واش وسيلفيا بيكونوا وقتها بيدوروا على ايكو، بس وقتها اش بيحس بوجع غريب في دراعه، وبنشوف ان الوشم اللي على ايده بيتوهج بقوه لدرجه انه بيحرق هدومه، وبينطلق شعاع وقتها للسما وبيكون وشم غريب. وسيلفيا بتنصدم منه دوت لانه بيتحول لشرنقه كبيره جدا بعدها، وبيقول بطلنا انه حاسس بايكو جوه الشرنقه ديت. وايكو وقتها بتكون خلاص هتتحول لهيئتها كخليفه سيد التنانين افالورد. واش وسيلفيا بيلاحظوا ان في اكتر من تنين متجهين ناحيه الشرنقه ديت، ووقتها الشرنقه بتبدا تتكسر وبيظهر منها شكل ايكو الحقيقي، والتنانين بيكونوا بيلفوا حواليها، وبيكون شكل ايكو جامد جدا. واش الوشم بتاعه بيتوهج من تاني، وساعتها بيتاكد ان ده ايكو بهيئتها كتنين. وفي الوقت ده بتقول اينز لمساعدها ان التنانين بتاعتهم بقت تحت سيطره التنين الضخم دوت، وان الامبراطوريه لو هجمت عليهم مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم. ووقتها بقى بنشوف لويد اللي بيقول ان في تنين ضخم بيدمر المدينه، وبيكون بيعمل كده عشان يخوف الناس من التنانين، وفعلا بينجح في انه يعمل كده. هو بيقول مساعد اينز ليها انهم لازم يحاولوا يوقفوا التنين الضخم دوت، ولكنها بتقول له انهم لازم يخلصوا شغلهم هنا الاول. وبنلاقي ان بيل قدامهم، وبتقول له اينز انه يخلع قناعه، فبيخلعوا بيل فعلا. وبتنصدم اينز وقتها وبتعرف انه فعلا اخوها، فبيل بيقول لها غلط وانه جسم اخوها فعلا، ولكن العقل مش عقل اخوها. وبيقول لها ان هو سيد الظلام وملك التنانين الحقيقي. فبتقول له اينز ازاي دوت، فبيعرفها انه اخد جسم رفيق بيل، وبقى تنين بيل اخوها في جزء طيب وفي جزء شرير. وساعتها بيل عرف كده وحاول يقتله، ولكنه اتعدم بسبب كده. وساعتها اينز بتعرف الحقيقه، وان بيل حاول ينقذهم من الشر اللي جوه تنين، وعشان كده قتله. هو بيحاول مساعد اينز انه يهجم على بيل، ولكنه بيرزعه في الحيطه بقوته. بيقول انه دلوقتي واخيرا هيقدر ياخد الجسد اللي يناسبه، وهو جسد ايكو. وبيبدا ساعتها ملك الظلام انه يخرج من جسم بيل، واينز بتحاول تقتله بسرعه ولكنها ما بتقدرش بسبب قوته الكبيره، وبيغمى عليها. ولكن بيل بعدها بيفوقها، وبتكون
لسه هتضربه ولكنه بيهديها وبيعرفها ان اخوها، وبيقول لها ان ما عندوش وقت للشرح لان ملك الظلام هيسيطر على جسم ايكو دلوقتي. وفعلا وقتها بنشوف ملك الظلام اللي بيدخل جسم ايكو وبيبدا يسيطر عليه وبيغير هيئتها وبتبقى اقوى من الاول بكتير. ووقتها بنشوف نافي اللي ملك الظلام بيكون عندها وبيقول لها ان عاوز معرفتها عن التنانين، وبيقول لنافي انه عارف انها مركز معلومات التنانين وانها لو ساعدته هيرجع لكامل قوته. ولكن نافي بتقول له انها مش هتساعده وانها بتفضل تساعد اش والملكه الحقيقيه واللي هي ايكو. فبيتعصب وقتها ملك الظلام وبيقول لها انه ياخد قوتها غصب عنها وبيبدا انه يهجم عليها. واش وقتها مش بيكون عارف ايه اللي بيحصل لايكو، بيقول انه لازم يوصل لعند راسها عشان يروضها من جديد ويتواصل معاها. بس سيلفيا بتقول له ازاي هتقدر توصل لها يا ابني، ده مفيش تنين واحد فضل معانا. ولكن وقتها بيوصل بيل واينز واللي معاهم، واول ما بيشوفوا اش بيتعصب منه جدا. ولكن اينز بتهديه وبتقول له ان ده مش بيل اللي هو كان يعرفه وان ده اخوهم ورجع لطبيعته. فبتفرح سيلفيا جدا برجوع اخوها، مش وقت المشاعر ديت والله. وبيل بيقول لاش انه عارف ازاي هيساعده عشان يوصل لعند ايكو. هو بنلاقيه اخد مركبه اينز وبيقول لاش انه لازم ينقذ ايكو ويخرج من جسمها ملك الظلام، ودوت قبل ما نافي تستسلم لملك الظلام. فبيقول اش ودوت ليه، فبيعرفوا ان ملك الظلام مش هيقدر يرجع كامل قوته الا بالمعلومات اللي عند نافي، وانه قدر يعرف كده من عقل ملك الظلام لما كان جواه. وبيقول لاش انه يطلع على جناح المركبه، وفعلا اش بيعمل كده وبيقول له بيل انه هيحاول يقربه من ايكو قدر الامكان، وهو وقتها ينط ويحاول يروضها من جديد. وفعلا دوت اللي بيحصل. بس ملك الظلام بيلاحظ كده وبيحاول يوقفهم، وبيل بيقعد يتفادى هجماته ولكن المركبه بتتصاب برضه. واش بيقول هي نافي استسلمت بالسرعه ديت ولا ايه، فنافي بتقول انها بتقاومه لسه، وبتيجي مديه امر للتنانين انهم يستخدموا قوتهم على ملك الظلام. وطبعا بيسمعوا امر نافي لانها مصدر المعلومات بتاعتهم وبيقدروا يكتفوا ملك الظلام. بس مركبه اينز بتكون جابت اخرها خلاص. وبيل بيقول لاش انه ينط دلوقتي، واش بيعمل كده وبيوصل لجسم ايكو فعلا وبيشوف مركبه اينز اللي تتدمر وقتها، وبيتمنى ان بيل يكون نجا وبيبدا يتسلق جسم ايكو عشان يوصل عند راسها. وايكو وقتها بتكون محبوسه في مكان غريب، ولكن نافي وقتها بتجيلها وبتنقل لها كل المعلومات اللي هي عرفتها، وبتعرف ايكو ان ملك الظلام بيحاول ياخد جسمها. ونافي بتوريها ان بطلنا حرفيا بيخاطر بحياته عشان يرجعها، وبيكون عمال يتضرب من ملك الظلام ولكنه بيفضل يحاول يوصل لراسه. وايكو وقتها بتتاثر لان بطلنا بيعمل كل ده عشانها، وبتبدا انها تعيط وبتسال نافي ازاي تقدر تساعده. فبتقول لها نافي انها لازم تعمل ليه ارك جامد جدا ويكون مصمم ليه خصيصا عشان يقدر يواجه بيه ملك الظلام. فبتوافق ايكو على كده، واش وقتها بيكون متبهدل بسبب قوه ملك الظلام اللي بيتحرك بسرعه جدا، واش مش بيقدر يتحمل وبيقع من عليه. بس وقتها لوكا بتلحقه وبتقول ان تننا مش تحت سيطره ملك التنانين لانه كان بعيد وقت تغيير شكل ايكو. وبتقول له انها ما جاتش لوحدها وبيكون راي وريبيكا معاها، وحتى جيسيكا وسيلفيا كمان بيكونوا قدروا يسيطروا على تنانينهم من تاني، وبيقولوا لاش انهم هيساعدوه. وبيتجهوا ناحيه ملك الظلام اللي بيهجم عليهم بهجوم من الاخر، بس سيلفيا بتصد هي وتنينها، وريبيكا بترد له الهجوم بهجوم اقوى منه وبتقدر تخترق ايده. ووقتها لوكا بتقرب اش من ايكو، واش بينط فعلا لعند ايكو. بس وقتها ملك الظلام بيحرر نفسه من رمح ريبيكا وبيهجم على اش، والهجوم بيسيبه فعلا. ولكن اش ولا بيتاثر بالهجوم ولا حتى بيحصل له خدش، ودوت لان ايكو قدرت تصمم له ارك مناسب ليه عشان يصد ضربه ملك الظلام. وبتقول له ان الارك دوت بيقدر يغير شكله، وفعلا اش بيبدا يغير شكل الارك اللي بيتحول لسيف قوي جدا وبيكون اسمه المطهر اكسكاليبر. وملك الظلام اول ما بيشوف السيف دوت بيخاف وبيهجم على اش، ولكن اش بيقسم الضربه بتاعته نصين وبينطلق بكل قوته على ملك الظلام، وبيقدر يديله ضربه من الاخر وبيخلص عليه، وبيبدا التحول دوت انه يختفي. وبتظهر ايكو وقتها واش بيكون قدر ينقذها، وبتكون كل حاجه تمام ومحدش بيكون اتاذى. وفي مكان الجهاز بتكون الخاطفه بتدور على الناجين، وبتلاقي وقتها انيا والخاطفه بتنصدم، وده لانها بتكون اختها. لا والله ما كانش واضح خالص انهم اخوات من الشكل. نسيبنا بقى منهم وبنشوف اش اللي بيكون في المستشفى، وبيكون الكل عنده باللي بيكون راجع لطبيعته بعد ما سيد الظلام خرج منه. وبيقول بيل ان سيد الظلام ما بقاش ليه اي اثر من بعد ما ضربه بالسيف المطهر. وريبيكا بتقول لهم جرى يا جدعان، احنا نسيب ابطالنا يتعالجوا بقى ونروح نشوف اللي ورانا. وبتقول لاش انها تستناه يرجع للاكاديميه مره تانية بعد ما يتعالج. وفعلا بيمشي الكل من عند بطلنا وبيسيبوه مع رفيقته. واش بيلاحظ ان قرنها مكسور فبيتاسف ليه عشان هو اللي عمل كده. فبتقول له ايكو انه يكبر من تاني مع الوقت، واش بيقول لها انه يفضل دايما جنبها ومش هيستغنى عنها لانها رفيقته. بس ايكو بتقول له انها مش عاوزه تبقى رفيقته بس، وانها عاوزه علاقتهم تبقى افضل من كده، وبتعترف لاش انها بتحبه. واش بيكون بيبادلها نفس الشعور. وبعدها بيصلحوا المدينه بعد الخراب اللي حصل لها، وبتكون الدنيا بقت معاهم تمام التمام. وبس كده لحد هنا نكون خلصنا حكايه اش كامله، فاستنونا في حكايات تانية قادمه باذن الله. وبس كده، لايك تفعل اشتراك، ويلا سلام.